دولة تاني. وبرضه يعني هو بيدافع عن النظرية دي، لإن هو في الأول وفي الآخر الموضوع ده يفيده، فبيعزّز اكتشافه. يعني هو اكتشافه بالنسبة للمقابر اللي هي العمّال بُناة الأهرام، اللي هو مسميها كده، عشان لقى فيها مخطوطات ليها علاقة بالهرم يعني. ده لو أي تغيير مثلًا في عمر الهرم، فهيبقى العمّال دي كانوا عمّال شغالين في الهرم، في المنطقة، مش شغالين في الهرم نفسه. أي أي اكتشاف هيبقى إن الملك اتغيّر، الناس دي كانوا شغالين مع الملك خوفو. فإذًا برضه أنت عشان تدعم نظريتك، فأنت لازم تدعم نظريتك ورأيك اللي أنت كاتبه. فهو بالتأكيد لازم هتعرف اللي هو هيطلع في كل اللقاءات هيقول إن نظريته هي اللي صح، زي ما اللي شايف إن الأهرامات بتولد كهربا هو متأكد اللي هو اللي صح، وزي اللي شايف إن الأهرامات اللي بناها فضائيين متأكد اللي هو اللي صح. كل واحد شايف نظرية عن الأهرامات هو متأكد اللي هو اللي صح، مفيش حد فيهم يعني عنده شك إن هو غلط، حتى لو نسبة بسيطة. ما حدش راضي يسمع للتاني. ما حدش بيحلل النظريات كلها اللي موجودة يقول لك والله أنا شايف إن النظرية دي شكلها صح، شايف إن النظرية دي شكلها غلط. لأ، ما حدش بيعمل كده.